هذه تبرقة تونسية، طبيعة مزيانة وبحر جذاب، ومع ارتفاع درجات الحرارة في بلادنا تبرقة هي من أحسن البلايص اللي نجم يعدي فيها منتخبنا التونسي طرابلس التحضيري المونديال 2026. 26 لاعب في القائمة، ومحترفين البرة بداوا يتوافدوا تباعا على مقر الطرابلس في تبرقة من 18 ماي للبارح. وأول الوافدين هو لاعب أوكسبورغ الألماني إسماعيل الغربي نهار 20 ماي. بعد بنهار التحق الثنائي آدم عروس ويان فاليري، ثم قدوم الثلاثي راني خذيرة، الياس العاشوري ومنتصر الطالبي. التحضيرات متواصلة والإفكتيف قاعد كل يوم يزيد. 3 وافدين جدد قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك، وهما عمر الرقيق، معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي. بعد المعايدة الثلاثي ريان اللومي، حنا بعض المجبري وحازم المستوري وصلوا لتبرق ودخلوا مباشرة في الأجواء. زعما شكون مازال؟ يظهر لي علولو. صحيح علي العابدي كان آخر الوافدين، بما أنه لعب ذهاب ماتش البراج مع فريق نيس ضد سانتاتيان في جوفخوا جيشاخ. أما قاعد الشارع الرياضي يتساءل في تونس هل العابدي باش يلعب نهار الجمعة إياب براج الليج 1 ولا لا؟ وهوني بلغ لو جي سي نيس وضح كل شيء، وقال للعابدي لازم يروح لتونس لاستكمال إجراءات الفيزا لأمريكا. وفينالمون علي ما لعبش روتور البراج، وفريق نيس ضمن البقاء بعد فوزه على اس سانتاتيان 4-1. في تربص تبرقة زادة لقينا الكابتن ماجد، اللاعب الياباني السابق تسويوتشي كيتازاوا، وهو أحد الشخصيات الحقيقية لكرتون الكابتن ماجد. كيتازاوا أول مرة يزور فيها تونس وعجبته برشا تبرقة. أما كان انتوما عندكم اسم تاريخي اسمه بالياباني تسوبازا، احنا رانا عنا حنبعل. نحكيو تو على كيت مونديال 2026 ستيل مينيماليست، كوب مزيانة على راي المتواضع، وبطبيعة الحال كل واحد ورايه في موضوع المراوي اللي فيهم ريترو وفلاش باك للناينتيز وديزاين مزيان في لي مانش. في النهاية منتخبنا سافر البارح من تبرقة لفيينا استعدادا لملاقاة النمسا في ودية يستناو فيها التوانسة الكل ان شاء الله زينة للنصور. We all wait for you in the World Cup. We wait for your support, and we are hopefully gonna make you proud and happy. بعد شويه ان شاء الله يكون معنا زميلنا سفيان الوجه مباشره من النمسا وين موجود المنتخب الوطني التونسي. كما قلت بعد شويه ايضا نستقبلوا ضيوفنا من الترجي الرياضي التونسي المتوج بكاس تونس منذ ساعات. سمير، اجواء متميزه للمنتخب الوطني التونسي في تربص تبرقه، ويظهر لي ما يحلمش انه يلقى اجواء منتخب كما الاجواء المتميزه في تبرقه. هذا مؤكد. اولا الساعه التربص كان ناجح بكل المقاييس بطبيعه الحال. تكلم صبري لموشي على ظروف العمل وقال انها ظروف متميزه جدا في تبرقه، من امكانيات، من ملاعب، من اكل، من فندق، من كل شيء، وهذا شيء يفرحنا. حتى عمل مقارنه مع اكبر ربما مراكز التربصات على مستوى العالم، هو اللاعب في مستوى كبير ويعرف ايش يقول. قال انه الظروف كانت ممتازه جدا، وهذا يحسب الى البنيه التحتيه اللي في تونس، اللي ديما نقولوا انه فيها نوعا ما نقائص، ولكن كي نتكلموا على تبرقه نتكلموا على مدينه بكل فخر وبكل اعتزاز. التربص نتاع المنتخب الوطني التونسي كان ناقص بعض اللاعبين، وتوافدوا تقريبا مع التزاماتهم من النوادي، توافدوا على دفعات، واليوم المجموعه كانت كامله. الأصداء بالنسبة للتربص حسب اللي وصلتنا أصداء كانت ممتازة جدا، الإطار الفني مرتاح، الملاعبية مرتاحين، والكل مركز على الزوز مباريات الودية ثم الدخول في معمعة المونديال. أكيد أنه الكلام كان يقول حول ربما القائمة والليستة، وكان هذا يلزم يكون وهذا يلزم ما يكونش، وش بيه عايت الفلان، هذا الكل تجاوزناه. اليوم الكلنا وراء المنتخب، والكلنا نشوفه في المنتخب متاعنا بأحلام كبيرة، بطموحات كبيرة، بتفاؤل كبير كذلك، لأن المنتخب التونسي يمثلنا نحن، ولكن كذلك احنا رانا نقول لهم أنه رانا معاكم باش نشدوا أزركم. نعرفوا أنه المهمة صعبة، ولكن قادرين أن نقدموا مونديال يليق بسمعة
كرة القدم التونسية. الجامعة، المسؤولين، الناس الكل وفروا كل ظروف النجاح رغم الصعوبات على مستوى الكالندري والتزامات اللاعبين، هذا الكل معناها كان موجود، ولكن بتضافر الجهود الكل اليوم المنتخب الوطني التونسي يعيش في فترة ممتازة جدا، في تربص اعتبرته أنا والكل كذلك اعتبروه أنه تربص ناجح. إن شاء الله نشوفوا هذا بداية من ماتش النمسا ثم بلجيكا ثم ندخل في المعمعة الجدية ألا وهو المونديال. أنا شخصيا متفائل بهذا المنتخب، نعرف حجم المسؤولية، نعرف كذلك أنه مجموعتنا صعبة، ولكن كتونسي كمحب للمنتخب متفائل بالملاعبية بالإطار الفني وبالمحيط نتاع ليكيب ناسيونال. كابتن والله تبارك الله. نبدي مش عندنا نزيدوا عليه، نزيد حويجه انا على ان شاء الله الجو الداخلي تاع المجموعه يكون على كما كنت تتكلم خويا سمير على ان الاجواء تاع التدريب والامكانيات اللي تحطت تحت قياده المدرب ان شاء الله اللي بيه فايده، خاطر باقي احنا نتكلموا بالكونسيبت تاع الجروب تاع المجموعه. ان شاء الله المجموعه هذه تكون متضامنه، تكون الحافز لتحقيق الهدف المشترك الا وهو مباريات معناها تمثيل تونس احسن تمثيل، ما نطلبوش اكثر من هكاك. وكما قلنا وتفهمنا وصار الاجماع ان المهمه صعبه وصعبه جدا نظرا الى قيمه المنافسين اللي عندنا. اتمنى ان حتى الاجواء بين اللاعبين ان شاء الله، ولو ان فيه معناها فما لغات، فما الالمان، فما الواحد، ولكن ان شاء الله ريت انا حصه تدريبيه ريتا سامحوني، انا المدرب يتكلم بالانجليزيه، يعني ان شاء الله الناس الكل تفهموا، معناها سي تري امبورتون. هو اونجلي وفرنسي يتكلم حتى بالفرنسيه انجلي وهو انا نقول له مبروك يا خويا تعلم لنا خويا حويجه بالتونسي. لا يبدا يقول شويه كلمات بالتونسي وكاو معناها شو نقولوا هل ترى باش الناس تعرف وما نحلموش اكثر ونكونوا واقعيين. اللي راهو 20 حصه تدريبيه اللي توا صارت و5 مباريات وديه ليست بكافيه باش نمشيو كاس العالم، ولكن خير من بلاش. وكما نعرفوا اللي جاوب معناه بدفعات كل مره يجيو ناس، وهو كما قال انا واعي بان فيه تفاوت على المستوى الجاهزيه ان شاء الله بالمباريات هذه، والاختبار الحقيقي بالمقياس الحقيقي كما قلت مره اخرى ولا اريد ان اكرر نفسي ان الجران فورما هذايا مباريات وديه جران فورما اختبار بالمقياس الحقيقي باش الكلنا نقفوا على امكانيات اللاعبين تاعنا على المستوى الجماعي ولا مستوى الفردي ومستوى الاجواء خاطر هو خذا فما لاعبين في الكندا خذا عليهم فكره سلبيه خاطر لم يتاقلموا، ومعناها اللي ما لعبش معناها عمل كذا وكذا. ان شاء الله كما قلت احنا الكل وراء المنتخب وراء الفريق الوطني التونسي. باهي ناخذ فكره على تصريحات الاطار الفني والملاعبيه ونواصلوا اكثر الحديث على المنتخب الوطني التونسي مع اشرف الستاري. عندنا 15 يوم في تبرقة والملاعبية عندهم 10 أيام من اللي بداو يوصلوا، وعملنا لكل واحد خدمة خاصة به. Là aujourd'hui le groupe il est au complet pour la première fois. Donc اليوم أول نهار تتلم فيه الملاعبية الكل، التحضيرات مازالوا ما فاوش، أما الظروف ممتازة والملاعبية الكل فرحانين. Donc pour se préparer à l'échéance qui arrive, c'était la meilleure des choses. L'ambiance est très bien, tout se passe bien, mais ici on est, j'ai envie de dire. الأجواء ممتازة، الناس هوني في تبرقة فرحانين بنا برشا، والظروف ممتازة للغاية. Et les conditions qui sont ici sont absolument merveilleuses. En tout cas, on a 2 matchs importants. عندنا 2 مباريات مهمة ضد النمسا وبلجيكا، أما الأهم من هذا أنه نكونوا حاضرين نهار 14 ضد السويد. Contre la Belgique et l'idée c'est d'être prêt et de préparer les joueurs pour le 14 contre les Suédois. Il y a des matchs à jouer et il faudra les jouer avec beaucoup de conviction, beaucoup de discipline, beaucoup de personnalité. باش نحاولوا نكونوا في الموعد ونعطيو ما عندنا وباش نحاولوا نفرحوا الشعب التونسي. Surtout le premier match, on va tout donner pour essayer de faire en sorte que
le peuple tunisien soit fier de son équipe nationale. التحضيرات ممتازة وأهم حاجة نعطيو ما عندنا باش نكونوا حاضرين نهار 14. باش نحاولوا لو ماكسيموم يعني نفرحوا التوانسه الكل وباش نرفعوا رايه الوطن لفوق ان شاء الله. باش نخدموا على رواحنا، باش ناخذوا ماتشواتنا يعني بالماتش ماتش بار ماتش، يعني نحطوا التوانسه الكل يد في اليد ونقفوا مع بعضنا جمهور جوارات، نعطيو الكل في الكل وان شاء الله توفيق مع عند ربي ان شاء الله. Quand tu joues ce type de compétition, je pense que c'est tous les matchs c'est dur, c'est n'importe tu joues contre الماتشات الكل باش تكون صعيبة ولازمنا نكونوا مركزين. Nous on doit partir là-bas avec un truc en tête, concentré, focus et voilà. C'est des adversaires de مع المنافسين الكبار لازمنا نحن زادا نكونوا في se مستواهم. mettre au niveau et de répondre présent. First of all, thank you guys for your support. We're going to work hard on the field. حبيت نشكر الناس الكل على دعمهم ونوعدكم إن باش نعملوا كل ما في وسعنا من أجل الشعار. Make you guys proud and yeah. Déjà merci à eux pour le support toujours. Où on va. وإن شاء الله تكونوا فخورين بينا. شكرا على المساندة وين ما نلعبوا نلقاو جمهورنا. وإن شاء الله المرة هذه نفرحوكم. Donc je pense qu'ils sont toujours là. J'espère qu'on peut faire quelque chose de bien pour eux. Et voilà. نادر، اجواء ممتازه، احساس كبير بالمسؤوليه من الملاعبيه الكل اللي عازمين على تقديم ان شاء الله مونديال جيد رغم صعوبه المهمه. واحنا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. تورنوا دو تولون نادر، المنتخب التونسي اقل من 23 سنه مازال كينتصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطيه 3 أهداف مقابل 0، نتيجه ممتازه. المنتخب اقل من 23 سنه. لا وعمل نتيجه مع مردود، لأنه تفرجت في المباراه كذلك عمل مردود ممتاز بصراحة. عمر بن علي قدم مقابلة كبيرة، عدة لاعبين من الدوري التونسي كيف شاهدناه، تقريبا الدفاع الكل من الدوري التونسي، رياحي نتاع الملعب التونسي، الحارس نتاع مستير، علالة في محور الدفاع مع جرولر رغم غيابات. راهو في الأمام بن علي، ثم عنان دخل أثناء المباراة، وثم كذلك لاعبين راهو في المنتخب هذا مش موجودين. وحبيت نصحح معلومه لانه شفت في بعض الوسائل هكا التواصل الاجتماعي هكا بالصدفه انه المنتخب هذا U23 اقل ولعبنا ضد منتخب U20. لا ماهوش صحيح، نفس الفئه العمريه، لانه احنا لعبنا اليوم U23 لعبنا اللاعبين اللي مش يوليوا U23 في 2028 في الالعاب الاولمبيه. بالضبط. ان شاء الله نترشحوا نكونوا موجودين في الالعاب الاولمبيه. لكن اجمالا قدمنا مقابله افتتاحيه ممتازه، وان شاء الله يكملوا على هذا المنوال رغم غياب خليل العياضي المفروض يكون مع اللاعبين هذوما، كذلك ريان اللومي كيف المحزي نتاع البداع في قطر ما كانش موجود. يعني المجموعه بصراحه محترمه ان شاء الله. التحضيرات كذلك ممتازه، ثم التورنوا هذا، ثم الالعاب المتوسطيه في اوت قبل ما ندخلوا في غمار المسابقه ولا الدوار الاقصائيه في سبتمبر اكتوبر. دونك نتمناو نجاح وتوفيق لمنتخبنا. منتخب الاكابر اكيد الاجواء مهمه لانه اللحمه مهمه جدا. أهم شيء هو حكينا المرة الأخرى على التفاوت البدني والجاهزية ونسق المباريات مختلف تماما بالنسبة للمنتخب، وهنا قيمة العمل اللي قدم فيه الإطار الفني. إن شاء الله نكونوا جاهزين. بالنسبة لي أنا الجدية تبدأ من غدوة، من المباراة الودية من غدوة، لأنه من غدوة تبدأ تبني في حجر الأساس متاعك وتحط تقريبا في التشكيلة الأساسية متاعك. لأنه بصراحة لما تلعب مع النمسا اللي فيها 8 لاعبين من بوندسليغا، اولهم الظهير الايمن تاع البايرن منشن. بعد شويه عندنا تقديم للمنافسين تاعنا في المباريات الوديه تو نحكيو عليهم. بالضبط. يعني في المنتخب نتاعنا تو نحكيو عليهم. النمسا وبلجيكا كانك دخلت في المستوى العالي ودخلت في كاس العالم. دو جرون بورسوز مباريات كبار. كانك تلعب مع هولندا ولا مع السويد. اليابان لاعب ياخذ جو اخر، لكن كمان اختيار كان موفق على المقابلات الوديه. ان شاء الله نكونوا جاهزين، ان شاء الله المنتخب يقدم اداء ممتاز. ونعاود انا ناكد انه راهو مسابقه هذه فيها مستوى عالي مع اطار فني جديد يلزم الوقت، مع لاعبين كيف كمجموعه. راهو عندنا مجموعه متوسطه لا غير، ما نطلبوش منهم اكثر من طاقتهم. ان شاء الله بالمجموعه نقدموا اداء ممتاز يفرح التوانسه الكل ان شاء الله. يلا نبيل نكمل معاك على اجواء ترابص تبرقه المنتخب الوطني التونسي، الاجواء المميزه اللي كانت في الترابص وتبرقه صراحه قاعده
تعطي فينا في برشا سحر وجمال ومكان مميز لاحتضان التربصات. وشفنا راهو كيتازاوا الملاعبي الياباني راهو ملاعبي اسطوري في اليابان، اسم كبير برشا. وعملوا عليه كما كنا نحكي حكايه اشرف ستاري قبيله في الفيتيير، معناتها الكابتن ماجد وحكي عليه الملاعبي هذا برشا موجود، هو بيدو في تبرقه وكان يتابع في المنتخب الوطني التونسي. صحيح. دليل نرجع لكيتازاوا والعاده ذي اليابانيه قبل كاس العالم كيفاش يتصرفوا دائما اليابانيين. على كل حبيت نقول لك وانه اجواء التربص احنا جينا اترافير دي زيكو اللي قاعدين يوصلوا من التربص، والحمد لله هو انه التربص هذايا على المستوى اللوجستي معناها كوتي لوجيستيك